معنى الصلاة في حياتنا والتأثير الصلاة. ايه رأيك لو اقولك ان الصلاة مش مجرد حاجة بنعملها عشان لازم وخلاص، بس هي حاجة بتأثر على حياتك وهدوءك وحتى قراراتك بتاع كل يوم. كتير مننا بيشوف ان الصلاة كواجب، بس في الحقيقة هي أعمق من كده بكتير. أول حاجة، الصلاة مش مجرد حركة. الصلاة مش مجرد قيام وركوع وسجود، هي لحظة إيقاف لكل ضوضاء في حياتك. أكنك بتعمل كل الحاجات اللي حواليك باوز، عشان الموبايل والمشاكل والضغط والمدرسة كل ده بتعمله باوز، وبتتكلم مع ربنا مباشرة وانت بتدعيله. والفكرة التانية هي انها بتريح عقلك. في وقت احنا فيه بتكون دماغنا دايما شغالة وتعبانة، قلق وتفكير وضغط وخوف من المستقبل واللي بيحصل. الصلاة بتعمل حاجة بسيطة لكن قوية، بتديك لحظة هدوء حقيقية، مش هروب من الحياة، لكن إعادة شحن لجسمك ولطاقتك ولعقلك عشان تكمل. الفكرة التالتة هي إنها بتغير من جوك. مع الوقت الصلاة بس مش بتبقى حاجة عادة أو كده، دي بتبقى جزء من شخصيتك، بتخليك أهدى وتتحمل الحاجات وتكون أقوى. مش عشان في حد بيخليك ان انت تعملها، لكن عشان بتخليك متوازن اكتر في حياتك. الفكرة الرابعة انها وقتك مع ربنا مش بيضيع. ناس كتيرة بتفكر ان الصلاة بتاخد الوقت، لكن الحقيقة ان ده انها بتديك وقت عشان تفكر وتاخد القرار الصح، وقت تهدى تحمل فيه المصاعب، وقت تبدأ من جديد. الصلاة مش مجرد فرض وخلاص، بالعكس هي علاقة وراحة وقوة داخلية. ممكن جدا تكون حاجة اللي تفرقك بين يوم عادي ويوم انت فيه أحسن نسخة من نفسك.